ازاي نعمل شادوينج ونتكلم زي الايطاليين بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن ازاي نذاكر من خلال الافلام، وطبقنا ده مع بعض كمان في حاجات كتير اوي مختلفة. لو لسه ما شفتوش الفيديو ده، ارجعوا دلوقتي حالا شوفوه. خلينا ندخل النهاردة في الفيديو بتاعنا. في الفيديو ده نركز اكتر عن ازاي نطبق الشادوينج ونعمله كمان باحسن طريقة ممكنة. وقبل ما نبدأ كمان احنا عايزين نعرف يعني ايه شادوينج. يمكن في كتير مننا كمان ما عداش عليه الموضوع ده، او يمكن ما عندوش صورة واضحة بشكل كفاية. مبدئيا فكرة الشادوينج هي انك تجيب فيديو لحد بيتكلم وتبدأ تكرر كل حاجة هو بيقولها بالظبط بنفس الطريقة ونفس مستوى الصوت وبنفس المشاعر كمان. يعني انت هنا بتقلد الشخص كله على بعضه، مش بتاخد بس منه نطق الكلمات، ومش بتاخد بس منها الكلمات اللي انت سامعها تبدأ تقولها بطريقتك، وتبدأ تقولها بالمستوى بتاعك، وتبدأ انك تقولها بنفس الريتم بتاعك. لا، انت بتقلد كل حاجة هو بيعملها الشخص ده، انت بتعملها زيه بالظبط. طبعا كل واحد فينا مستواه بيختلف. في اللي ممكن يعمل ده من اول مرة، في اللي ممكن يعمله بعد 4 مرات، في اللي ممكن يعمله بعد 5، بعد 6. فخليك صبور في الموضوع ده، والاهم انك تنجح انك تعمل الموضوع صح، مش من كام مرة. يعني مثلا لو هنقول عندنا المستوى الاول، انت هنا ممكن تسمع بالسبتايتلز وتوقف بعد كل جملة. احنا هنا مشغلين الفيديو بتاعنا، مشغلين السبتايتلز وبنسمع وشايفين الكلام اللي بيتقال موجود قدامنا على الشاشة. هنستعين بالسبتايتلز وهنوقف بعد كل جملة هو بيقولها ونبدأ نقولها وراه. وخليك فاكر ان هدفنا هنا تحسين النطق، مش هدفنا ان احنا نخلص الفيديو ونقفله ونقول يا احنا خلصنا فيديو وبقينا كويسين. لا، احنا هدفنا ان احنا نحسن النطق بتاعنا. فزي ما قلنا نشتغل لحد ما نحس ان احنا جايبين الشخص ده بنسبة 100% مثلا. المستوى التاني للناس اللي تقدر تعمل ده بسهولة شوية، هنشغل بقى الفيديو المرة دي بس من غير سبتايتلز، ونحاول نقول كل جملة وراه بناء على اللي بنسمعه من غير قراءة ولا أي مساعدة. انت هنا كمان كده فضلا عن انك بتعمل شادوينج وبتتكلم وبتحسن نبرة الصوت بتاعتك، وبتحسن الكلام بتاعك والسرعة بتاعتك، انت كمان بتتطور مهارة الاستماع. المستوى التالت بقى، وهي دي في الحقيقة طريقتي المفضلة، ان احنا هنسمع الفيديو اول مرة عشان نفهم هما بيتكلموا عن ايه بالظبط. يعني هنسمع بدون ما يكون في اي سبتايتل، بدون ما يكون في اي حاجة خالص، وبنستفيد بالفيديو ونستمتع بيه وشكرا. بعد كده نرجع نشغله بقى مرة تانية ونبدأ نتكلم في نفس الوقت مع الشخص اللي بيتكلم ده بنفس السرعة والدقة، بدون اي مساعدة، بدون سبتايتل، بدون اي حاجة. لو وقعت منك كلمة ما ترجعش تقولها تاني في المرحلة دي، لانك مش هدفك انك تشتغل على كل كلمة بشكل فردي في اول خطوة بنعملها. لا، احنا هدفنا ان احنا نقلد الطريقة كلها. يعني كمل عادي خالص، وبعد ما تخلص بقى يعني انت ممكن تمسك الفيديو كله تقسمه على كذا. مش لازم تشتغل الفيديو نص ساعة ورا بعض، انت ممكن تقسم الفيديو ده. انا هشتغل على اول 5 دقايق، فممكن اسمع اول 5 دقايق وبسمعهم وبتكلم معاه في نفس الوقت. تمام، خلصت ال5 دقايق دول، ارجع اجيبهم تاني من الاول بقى، اشوف الكلمات اللي انا كنت وقعت فيها وملحقتش ان انا انطقها معاه، وابدا اشتغل بشكل فردي على الكلمات دي عشان اطور النطق بتاعها، واشوف ايه اللي منعني ان انا اقولها زيه بالظبط. وانطقها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لحد ما انطقها بشكل طبيعي. مش بس لحد ما اقدر انطقها، لا، لحد ما انطقها بشكل طبيعي، واقدر ان انا اكون 100% في الكلمة دي وماشية معايا بشكل كويس جدا. خلونا بقى دلوقتي نبدأ نطبق عمليا على فيديو مع بعض. وقبل كمان ما نختار او اقول لكم الفيديو اللي انا اخترته، انتوا على فكرة تقدروا تختاروا اي فيديو تحبوه، اي فيديو في اي مكان وانتوا بتقلبوا وانتوا بتتسلوا. مش لازم تخصصوا وقت معين تعملوا فيه المهارة دي. لو احنا بنقلب في يومنا جاي فيديو معين لمدة دقيقة مثلا، اروح مطبق معاه اللي احنا اتفقنا عليه واشتغله. وده شيء هيكون لطيف من غير ما تاخدوا بالكم انكم بتذاكروا، هتعملوه في يومكم اكتر من مرة ومرات كتير، ومحتوى مختلف واماكن مختلفة وشخصيات مختلفة. تقدروا تجيبوا شخص معين انتوا بترتاحوا معاه، عجبكم طريقة كلامه وعجبكم شخصيته، تبداوا تقلدوه تمثلوا معاه. وكمان الانسان مننا مميز يقدر يتخيل، فغمضوا عينيكم وانتوا بتعملوا الكلام ده، وعيشوا مع الشخص ده في المكان اللي هو فيه. تخيلوا انكم انتم اللي بتعملوا الموضوع ده فعلا، وعيشوا التجربة دي. خليكم زيه بالظبط، هيفرق معاكم كتير قوي اثناء ما بتطبقوا الكلام ده. خلونا نبدأ دلوقتي على طول. خلونا بقى دلوقتي نجرب عمليا مع بعض ان احنا نشغل فيديو ونبدأ ان احنا نعمل عليه الكلام ده. اخترت لكم الفيديو ده نشتغل عليه النهاردة، وانتم على فكرة تقدروا تختاروا اي فيديو تحبوه، سواء فيديو من على اليوتيوب، من تيك توك، حاجة وانتوا بتقلبوا عجبتكم حد، شخصية معينة، وتبدأوا انكم تشتغلوا عليها. مش لازم تشتغلوا على حاجات أكاديمية أو حاجات فيديوهات تعليمية. اشتغلوا مع الشخص اللي انتوا مرتاحين ليه، اللي شخصيته عجباكم، طريقة كلامه عجباكم مثلا. وانتم بتقلبوا أثناء اليوم بتاعكم قابلكم شخص على تيك توك مثلا، وانتوا بتقلبوا أثناء الفيديوهات دي، فتجربوا الطريقة وتشتغلوا معاه. مش لازم يعني تخصصوا وقت مخصوص تعملوا في التمرين ده، ودي أحلى حاجة في الموضوع. خلونا بقى نبدأ على طول ونجرب الفيديو ده. زي ما اتفقنا هنشغل بقى دلوقتي، يعني احنا نعمل بالطريقة السهلة، نشغل الصوت تيتو دي
هيتكلم واحنا نتكلم معاه مع بعض سوا. طبعا نتكلم في نفس الوقت معاه لان الفيديو انا مختاره لكم مثال عشان تقدروا تطبقوا عليه. Oggi parliamo di Oggi parliamo di trasporti e trasporti in e in particolare particolare prendiamo prendiamo l'autobus l'autobus e e andiamo andiamo in in stazione, stazione. quindi Quindi impareremo un po' di impareremo un po' di vocabolario dei dei trasporti in italiano. Ma Ma prima di prima di tutto tutto dobbiamo dobbiamo comprare i comprare i biglietti biglietti dell'autobus e questo si fa in tabaccheria. Adesso andiamo a Adesso comprare andiamo a un comprare un biglietto biglietto dell'autobus, dell'autobus, anzi in in realtà realtà 3. 3. Venite Venite con con me. me. شفنا الموضوع حلو لطيف يقدر ان احنا نعمله. عملت الجزء ده ارجع بقى اعيده من الاول تاني مثلا، يعني ممكن اشتغل على جزء ارجع اعيده معاه تاني مرة من غير sottotitoli. Oggi parliamo Oggi di parliamo di trasporti e trasporti in e in particolare particolare prendiamo prendiamo l'autobus e andiamo in l'autobus e stazione, andiamo in quindi impareremo stazione, un po' di quindi impareremo un vocabolario po' dei di trasporti vocabolario in dei trasporti in italiano. Ma italiano. prima di Ma tutto prima di dobbiamo tutto dobbiamo comprare i comprare i biglietti biglietti dell'autobus e questo dell'autobus si e fa questo in si fa in tabaccheria. Adesso andiamo a tabaccheria. comprare Adesso andiamo un a biglietto comprare dell'autobus, dell'autobus, anzi in anzi realtà in 3. realtà 3. Venite con me. venite con me. وابدا ان انا اشتغل معاه بالطريقه دي، هلاقي ان الموضوع فعلا لا بيجيب نتيجه والطريقه كويسه عجبني بقى. نقدر نطبق كل الطرق اللي اتكلمنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت فيها في نفس الفيديو. احنا زي ما اتفقنا احنا بنحاول نستغل الحاجه اللي احنا بنعملها نشتغل على اكتر من مهاره. بس ابداوا بالطريقه دي وطبقوها صح وامشوا بيها، هتفرق معاكم كتير اوي 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 ان شاء الله يعني. دي الطريقة كلها كده، يعني تقدروا جاهزين دلوقتي انكم تطبقوا وتنفذوا كل اللي احنا اتفقنا عليه. اتمنى تكون الفيديوهات دي بتعجبكم وبتستفادوا منها فعلا وبتطبقوا اللي بنتفق عليه فيها، وكمان بتكونوا بتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، ولو في اي تعليق او اي فيديو او اي محتوى او اي موضوع عاوزين نتكلم عنه متنسوش تقولولنا في الكومنتات وتقولوا لنا رأيكم في الفيديوهات اللي بنعملها، لان ده كمان بيفرق معانا كتير قوي. ونتقابل على خير في فيديوهات تانية. ارفيديرتي ومع السلامة.